كله موجود يا رجاله. كله موجود. صور يا عم. انا جاي لك جاي لك جاي لك. ومعانا بوحة من ثبت الشجرة. اهلا وسهلا. ابو عليكم عبد الحاج. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ بوحة؟ الحمد لله نحمده وعليه السلام. سبح عايزين نعرف ايه اخبار ثبت الشجرة معاك؟ انا اقول لك الموضوع ثبت الشجرة دي انت جامده قوي. اقول لك انا المعلم بقى المعلم الكبير ده عم الحاج. قال لك ايه بقى؟ قال لك انا باخد ثبت الشجرة. كان في سؤال بقى ايه؟ علي يا عم الحاج. ايه السؤال بقى؟ علي ليه سموها ثبت الشجرة بسموها ثبت النخلة؟ اقول لك انا يا عم الحاج. سؤال جميل اتفضل. ولازم نسأل يا عم الحاج. صح. اقول لك ثبت الشجرة. اتفضل اتكلم يا استاذ بوحة. قلت يا عم الحاج ثبت الشجرة دي كان مرتبطة بحرب كان سنة كام يا عم؟ كان سنة 73 يا استاذ بوحة. يا عم الحاج تاريخ واحد يا عم الحاج. ايوه صح صح. الجنود المصريين يا عم الحاج نظر القوابل لقائد العقل القوات المسلحة. قائد العقل ازاي؟ قائد العقل للقوات المسلحة. القائد الاعلى للقوات المسلحة. هو قال لك يا عم جميل السمراني بيقول لك ايه يا عم الحاج والمجتمع والناس وكنت بقى كمل الموضوع عشان انت مش فاهمني خالص يا استاذ بوحة. ايه علاقة المذبح اللي حضرتك شغال بيه بثبت الشجرة وايه دورك في حرب 57؟ حرب كام؟ 34 مش هتفرق. التاريخ واحد التاريخ واحد. ماتوا شهداء. وانت عايزين اللي يكلم الاستاذ بوحة يا استاذ. اتفضل يا بص يا عم الحاج. طبعا بقى الجنود الاسرائيليين بقى بعد الجنود المصريين بدأوا زو على قفاهم بقى زو يعني ايه زو واك واك يا عم الحاج. بص يا عم الحاج كنت اسرائيل بقى عم الحاج حاجتها ايه يا معلم بوحة قلت ايه دي المعاهدة اللي كانوا عايزين يعملوها معاك. معاهدة انت كانوا طالبين 55 سكينة الجنود الاسرائيليين طالبين سكاكين وثلاث صواتين. وثلاث صواتين. دول الجنود الاسرائيليين. هم كانوا لابسين ايه الجنود الاسرائيليين؟ قلت له والله يا عم الحاج الاستاذ الكبير الشاعر القديم انور السادات قال لي الشاعر؟ انور السادات قال لي الشاعر انور السادات مش شاعر. اتفضل خلاص اتفضل. الشاعر الكبير انور السادات قال لي يا استاذ بوحة يا معلم بوحة يا استاذ بوحة. قلت له خلاص يا عم الحاج ده الكلام مش الكلام. قال لك ايه؟ قال لك الجنود المصريين بتوعنا عايزين شوية بقول لك ايه يا عم الحاج شوية ايوه افتكرت شوية سكاكين يعني سابوا الجنود الاسرائيليين. يعني بتوع الاسرائيليين خدوا منك السكاكين فالشاعر انور السادات غار منهم فعايز برضه هو كمان سكاكين. يا عم ده شغال تعبان الدولية بس انت مش واخد بالك. ايه يا عم الحاج مؤقتا يا عم الحاج عم تشوف الدنيا. عامة يا عم الحاج سلموا عليكم وبيبقوا الحركة بقى فين؟ احنا الحاج القنطرة. عايزين القنطرة دي اللي فين؟ عند كشر السلطان ابو العلا وانت داخل كده على رود الفرج. ايوه تحت الكوبري. طب ممكن صورة انا وانت ماشي يا عم لما جينا في لكن كل اللي بره لا.